صراحة على المجموعة هذه، المجموعة الأولى أول شيء خلنا من نقص ما نقص المنتخب القطري والتونسي. حلو؟ تصنيف ما نتكلم عنه، لكن أنا بشيد بالمنتخبين اللي جو وعدم ترشيح نهائيا وجايين من تصفيات، منتخب فلسطين ومنتخب سوريا. والله العظيم علمونا بمعنى شنو كرة القدم، روح قتال إلى النهاية، ولعب طريقة حتى المدرب الفلسطيني ومدرب المنتخب السوري اللي استحقوا بمعنى الكلمة، فهمونا ايش معنى كرة القدم. أنا ما عندي أقول له إلا أرفع لهم العقال صراحة على هذا المستوى. والله صراحة يعني من خلال اتكلم عن احتراف للمنتخب القطري، احتراف للمنتخب التونسي، حتى المنتخب التونسي لو يجي بصف ثاني يظل منتخب عريق، منتخب قوي، منتخبات من المرشحة. لا ننسى كأس العرب السابقة كان من المنافسين الأقوياء. كان ثاني المنتخب القطري كان وصيف. المنتخب القطري من المنتخبات الأقوياء مرشحين، لكن لما تشوف كأس العرب بالمستوى اللي يطلع فيه المنتخب السوري المنتخب الفلسطيني بهذا المستوى، احنا ما نقول عندهم محترفين برا، لكن تكلم على مستوى منتخب فلسطين خلال سنوات سابقة، لكن يجيه في هذا المستوى. احنا نقول والله العظيم على هذا المستوى ومستويات المنتخبات اللي تأهلت إلى كأس العالم على المستوى الآسيوي ويظلون بهذا المستوى، يعني عليهم علامة استفهام. ولكن احنا نقول من خلال هذه المجموعة أنا أشوف اللي الأقرب فلسطين سوريا. هالواقع يقول شيء. هذا خلاص هم خلونا بس المنطقة